أهلا وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وسلام دايما. الحلقة بتاعة النهاردة هنتكلم فيها عن الفراغ العاطفي. ايه هو الفراغ العاطفي؟ ازاي اعرف ان عندي فراغ عاطفي؟ وازاي اقدر اشافي الفراغ العاطفي اللي عندي بخطوتين 2 بس؟ الحلقة خفيفة ولكن في نفس الوقت مهمة جدا، ولو طبقتي اللي فيها بشكل صحيح صدقيني حياتك هتتغير للأحسن بشكل كبير جدا فوق ما تتخيلي. ندخل في الحلقة على طول ونقول ايه هو الفراغ العاطفي. الفراغ العاطفي معناه انه في حاجة فاضية جواكي بتديكي احساس بالاحتياج، محتاجة حد يكون جنبك، محتاجة حد يحتويكي ويحبك، وانك مش قادرة تتخلصي من احساسك بالاحتياج ده. وده هيخليكي دايما منتظرة بشغف الشخص اللي هيدخل حياتك عشان يملى الفراغ اللي جواكي بمشاعر الحب والحنان. كمان هتلاقي انك بتغذي شعورك بالاحتياج ده بانك تتفرجي مثلا على حاجات فيها حب ورومانسية وتندمجي قوي معاها، ومع مرور الوقت فجأة وبدون اي مقدمات هتلاقي نفسك حبيتي شخص ممكن وقتها تقولي عليه انه حب من اول نظرة، حبيته كده اول ما شفته، حسيت انه في حاجة كده كهربتني وشدتني ليه، وهتبرري انه حب غير مشروط، حبيته كده بدون اسباب. او ممكن تلاقي نفسك بتحبي من طرف واحد، أو ممكن تحبي شخص غير متاح عاطفيا زي مثلا إنه يكون مرتبط أو متجوز حد غيرك، وتبرري حبك ليه إنه غصب عنك وإنه دي مشاعرك اللي مش قادرة تتحكمي فيها. ولكن يؤسفني أقولك إنه كل ده مش حب ولكنه وهم يدل على الفراغ اللي جواكي اللي محتاجة أي حاجة خارجية تملأ بيها. لو عندك فراغ عاطفي هتحبي بسهولة جدا، وهتبقي رسماله صورة خيالية في دماغك، وده هيخليكي بشكل لا واعي منك انه تشوفي الشخص اللي بتحبيه على عكس حياته. هتهربي من الفراغ العاطفي اللي جواكي بحبك ليه، والموضوع هيتطور معاكي واحدة واحدة. أول ما تشوفيه هتعجبي وتنبهري بيه جدا، بعد كده هتتعلقي بيه لحد ما توصلي لمرحلة انك تدمنيه، ووقتها هيبقى صعب جدا عليكي انك تطلعي حبه من قلبك. وده هيعيشك في وهم كبير قوي ان كل المشاعر اللي جواكي ليه دي هتفسريها على انها مشاعر حب حقيقي صادق، الحب اللي مش هيبقى فيه قبله ولا بعده. هتمر الأيام والشهور ويمكن السنين وحب جواكي كل يوم بيكبر أكتر من اليوم اللي قبله، لحد ما في يوم من الأيام بينتهي الموضوع بوجع قلب كبير أوي ليكي، فإنه مثلا يرفضك بطريقة تجرحك، أو إنه يسيبك بطريقة تجرحك، أو إنه يخونك، أو إنه يتجوز واحدة تانية غيرك. وقتها هتتعبي جدا وهيبقى قدامك حل من 2، يا إما تفوقي وتعرفي إنه في مشكلة جواكي محتاجة تتحل، أو إنك ترمي الوجع ده ورا ظهرك وتهربي من الفراغ اللي جواكي بإنك تحبي شخص تاني مختلف، والأحداث تعيد نفسها تاني من جديد، ويتكرر معاكي نفس الوجع اللي اتكرر معاكي أول مرة ولكن مع شخص تاني مختلف. لما بتسيبوا بعض وعلاقتكم بتنتهي من غيره بتحسي انه في حاجة ناقصة جواكي، لانه لما كان في حياتك كنت حاسة انه مال الدنيا عليكي، حتى ولو كانت علاقتكم علاقة سامة او علاقة فاشلة، المهم انه كان في حد في حياتك وانك مش لوحدك. فلما هو خرج من حياتك وبقيتي لوحدك حسيتي بالغربة، فوقتها حسيتي بالفراغ اللي موجود جواكي وبقيتي عايزة أي حاجة تعوضك عنه، لدرجة إنك ساعات بتندمي إن العلاقة انتهت، لأن بالنسبة لك إنك كنتي تستمري في علاقة فاشلة أحسن ما تبقي لوحدك وتحسي بالفراغ اللي جواكي، لدرجة إن من كتر الفراغ اللي جواكي اللي مش بتقدري تستحمليه بعد
ما بتخرجي من العلاقة الفاشلة على طول مش بتدي لنفسك فرصة انك ترتاحي او تتشافي وكده، لا انتي بتدوري على اي علاقة تانية على طول، وبتدخلي علاقة جديدة على اساس انها تملى الفراغ اللي جواكي، ولكن بتكتشفي بعد ما بتدخلي فيها انها بتزود الفراغ اللي جواكي اكتر واكتر. طيب ازاي بقى تتشافي من الفراغ العاطفي اللي جواكي، سواء ما كنتيش دخلتي علاقة عاطفية قبل كده وحاسة انه في حاجة فاضية جواكي محتاجة تمليها بعلاقة عاطفية، او انه تكوني لسه خارجة من علاقة وحاسة بالغربة والفراغ جواكي ومحتاجة حاجة تعوضك عنه. هم خطوتين 2 بس لو عملتيهم صح ودعي الفراغ العاطفي نهائيا. اول حاجة خلينا اقولك انه طبيعي ان الشخص يكون محتاج سند في حياته، محتاجة في اوقاتك الصعبة حد يكون جنبك ويواسيكي ويقويكي، فبتفضلي تدوري برا على اي حد يعوضك عن احساسك بالاحتياج ده، بتدوري على حد يكون سند وظهر ليكي. ولكن لازم تعرفي انه اي علاقة هتدخليها وانتي جواكي فراغ عاطفي هتبقى علاقة غير صحية، هتبقى علاقة فاشلة، لانك اساسا داخلة العلاقة بسبب ان عندك فراغ عاطفي ومحتاجة حد يعوضك عن الفراغ اللي جواكي ده. طيب يعني هل معنى كلامك انه المفروض انه انا ما احسش ان انا محتاجة حد في حياتي يقويني ويكون سند وظهر ليا؟ لا طبعا، كلامي ده ما يمنعش انه طبيعتنا البشرية تخلينا محتاجين فعلا للسند في حياتنا مهما حاولنا ننكر ده، لانها غريزة جوانا كلنا. ولكن انا شايفة الصراحة انه غريزة الاحتياج اللي جوانا دي نقدر نشبعها بطريقة تانية قبل ما ندخل موضوع العلاقات العاطفية ده. الانسان بجد محتاج قوة عظيمة في حياته، ومفيش قوة هتبقى اعظم من قوة الله في حياة الانسان. اول واهم خطوة للتشافي من فراغك العاطفي هي علاقتك الروحية بالله خالق الوجود. العلاقة الروحية اللي بينك وبين الله دي هي اللي هتديكي القوة والسند والحب، هي اللي هتحسسك انك مليانة وشبعانة من جوه. لو حسيت انك ضعيفة مكسورة حزينة وحيدة روحيله، هو هيقويكي. القرب من ربنا بيقوي قوي. لما تستشعري وجود الله حواليكي، لما تستشعري انه جنبك في كل لحظة في حياتك، وقتها هتحسي بالطمأنينة والراحة وانه مفيش حاجة ناقصاكي. حبه هيحسسك انك كاملة، انه في حد سندك، انه في حد مقويكي، انه مفيش حاجة ولا حد في الحياة يقدر يقرب منك ولا يأذيكي، عشان رب العالمين حميكي ومحصنك بعينه التي لا تنام. لما تستشعري ان الله هو السند والظهر الحقيقي، وقتها كل الفراغ اللي جواكي هيروح. لازم العلاقة الروحية بينك وبين الله تكون موجودة في حياتك، ولازم تملى كل الفراغ اللي جواكي قبل ما تفكري انك تدخلي اي علاقة عاطفية. موعدك لما حب الله يدخل قلبك ويملاه بنوره ورحمته، لما قوة الله تقويكي، لما تستشعري وجوده حواليكي في كل لحظة في حياتك، لما تحسي انه حميكي وانه مسخر ليكي السماوات والارض باللي فيها لحمايتك ولمساعدتك، وقتها هتحسي انك مليانة بجد. وبعدها اوعدك ان العلاقة اللي هتدخليها هتبقى علاقة صحية. ولكن لو فضل الفراغ اللي جواكي ده موجود ومعرفتيش تمليه بعلاقتك الروحية بالله، هتفضلي تدوري على القوة العظيمة دي في كل البشر، ومفيش حاجة ولا حد هيقدر يملالك فراغك العاطفي ده غير القوة العظيمة اللي هتاخديها من علاقتك الروحية بالله. تاني خطوة عشان تتشافي من فراغك العاطفي بعد ما تملي نفسك بقوة الله، انك تملي نفسك بحبك وتقديرك لنفسك، انك تملي نفسك بنجاحاتك وبإنجازاتك وبمساعدتك للي محتاج، انك تفهمي نفسك وتتقبلي نفسك، لانك لو ما تقبلتيش نفسك مفيش اي حد في الحياة هيتقبلك. لو ما تقبلتيش نفسك
هتفضلي تدوري على القبول والرضا في كل الناس اللي حواليكي. لو ما تقبلتيش نفسك مش هتكوني على نفسك الحقيقية، هتحاولي تقلدي غيرك، هتحاولي تعيشي زي ما الناس كلها عايشة، حتى لو عيشة انت غير راضية عنها. بالنسبة لك هيبقى رضا الناس أهم عندك من رضا نفسك. فلازم انك تكوني على نفسك الحقيقية، تشوفي ايه المناسب ليكي انتي وتعمليه، تملي وقت فراغك بالحاجات اللي بتحبي انك تعمليها وبتخليكي سعيدة. شوفي هوايات بتحبيها واعمليها، اماكن بتحبي تروحيها روحيها، ناس بيحبوكي وانتي على طبيعتك وانتي بتحبي تقعدي معاهم وبيخلوكي سعيدة، اقعدي معاهم. ووعدك لما تشاف الفراغ اللي جواكي ده بشكل صحيح قبل ما تدخلي علاقة عاطفية، ده هيأهلك انك لما تدخلي علاقة هتبقى علاقة صحية متكافئة، علاقة مبنية على العاطفة والعقل معا. وبكده أكون خلصت حلقة النهاردة. حاولت أشرح الموضوع من وجهة نظري وبالطريقة اللي أنا شايفة الموضوع بيها يعني، ويا رب الحلقة تعجبك وتكون مفيدة لأي حد بيسمعها وتغير حاجة جواه إن شاء الله. وأتمنى لك من كل قلبي التشافي والسعادة والسلام الداخلي. انتظروني إن شاء الله في حلقة جديدة ومفيدة من ياسمين بودكاست. كان معكم ياسمين السكيني.